مشاهدينا ومتصفحي موقع الحمراء، أهلا بكم في حلقة جديدة مع الدكتور وليد حداد، محاضر في علم الإجرام. دكتور يعطيك العافية. سلامات. دكتور، اليوم مش بدي نفوت على موضوع اللي هو بخصك كتير، الشبكات الاجتماعية والألعاب اللي موجودة اللي ممكن شبابنا عم تتشبع منها كتير، مثل الببجي والديسكورد وغير هاي الأمور. قديش هاي التطبيقات قاعدة عم بتخلي الشباب في مجتمعنا تنجر على آفة العنف؟ شوف، كل هذه الشبكات يعني من شبكات التواصل، الفيسبوك، الواتساب، التيك توك، كله لا ألعاب الببجي والفورتنايت وكل هذه الألعاب هي مبنية على مبدأ واحد، أنك تطور عندك نوع من التعلق النفسي أو ما يسمى باللغة العامية الإدمان. عندما تطور نوع من التعلق والإدمان أنت تصبح عبد لهذه الشبكات، وبالتالي سلوكك بيصير زي سلوك أي نوع مدمن. وهي هواية نشرحها ساعتها للناس. سلوك الشباب اليوم والفتيات واللي يعني اللي متعلقين بالشاشات هو إدمان. الإدمان إنه إذا بنت عنك تلاقي عصبي، متوتر، ممكن عنيف، ممكن بيركزش بشغله، بيركزش بكتير أمور. فكتير من الظواهر السلبية هي لها علاقة مباشرة بالتعلق بالشاشات. الآن واضح لإلي عندما أتحدث عن ألعاب الببجي واليوم الفورتنايت وما شابه، هي فيها عنف. يعني أنت عشان تمرق من مرحلة لمرحلة بدك تقتل، بدك تأذي، بدك تغتصب. في مرحلة بالفورتنايت هي عشان تمرق من مرحلة لمرحلة، بقول للأهالي يفحصوه، هي لازم تعمل عملية اغتصاب. أنا ما مارست هاي الألعاب ولكن بعرف من الأولاد وبعرف من الخبراء. فتخيل شو نوع العنف لما ولد صف سابع ثامن عم بيلعب هاي اللعبة وبده يطلق النار على شرطي أو يطلق النار على إنسان أو يستعمل مخدرات في اللعبة أو حتى يعمل عملية اغتصاب عشان ينتقل لمرحلة أخرى. شو بدك تزرع؟ ننتقل لمواضيع الأخرى. شبكات التواصل، مين اليوم الناس بتتابع؟ حط فيديو على التيك توك اللي انت عم بتوعي الناس من خطر معين، شوف قد عليه مشاهدات. حط فيديو على التيك توك عم تضرب المصور اللي بيشتري عندك كف ونزله على التيك توك، شوف مين عليه مشاهدات اكثر. حتى هذه الوسائل هي عم بتشجع هذه السلوكيات، عشان هيك بتلاقي المشاهدات اعلى وين في عنف وين في تنمر. فيعني كل هذه الشبكات تشجع وتنمي وبتطور هذه السلوكيات وانت بتصبح عبد لها. يعني لما بيجيك لعبة دكتور اللي بقول لك في النهاية عشان تختم اللعبة الولد لازم يعمل عملية انتحار، هاي الحوت الازرق. اوكي، مثلا الحوت الازرق، قديش الاهل هنا منتبهين للولد؟ قديش احنا كمجتمع كاهل اللي كتير تعبان، كتير عم بيشتغل، كتير منهمك بمشاكل الحياة، قديش احنا عم نعطي لاولادنا، واذا صح اصلا احنا عم نعطي اولادنا الوقت المناسب امام هاي الشاشات؟ شوف، يعني أنا بقدر أجزم وأقول لك غالبية العظمى من الأهل لا تعلم شيء عن حياة أولادها. يعني لما تكون في محاضرة أهالي وبتقول لي على لعب معينة فيها قتل وفيها اغتصاب، بقول لك بنعرفش. تسألهن على ابنك شو بحط محتويات على التيك توك وعلى الانستغرام، ما بيعرفوش من أصدقاء أبنائهم. طبعا إحنا في عصر الحداثة التكنولوجية أولادنا كتير متعلقين بالشاشات، ومن ناحية أخرى إحنا كأهل كتير منهمكين بالسيرورة العملية تبعتنا وبالتطور ما يسمى بالكاريرة. احنا كتير منهمكين في هذا. فغيابنا كأهل وكأولياء أمور ساعات متواصلة، يعني آباء وأمهات عن البيوت لساعات متواصلة، ما بنعرف كتير عن أبنائنا. احنا نعطيهم شو بدهن. في أهالي بعض أولادهم يشتروا محتوى أو يمولوا محتوى أو ما بيعرفوش شو عم بيمولوا. طبعا هذا نتيجة البعد. وهون يعني يمكن هو نداء أكثر، كونوا أقرب لعالم أبنائكم. في أهل مطمنين، ما أنا على الفيسبوك مع ابني، أيوة ابنك صار له سنة كتبش على الفيسبوك. اليوم الفيسبوك كله لا يعني الأهالي الكبار مفكرين إنه أنا، احنا يعني عملنا صداقات مع ابنائنا على الفيسبوك وما شاء الله منتبهين مفكرين حالنا. الاولاد مش موجودين بهاي الحلبة. يعني صارت الحادثة باحدى القرى بالشمال قبل فترة على بنات تنمر، عملوا جروب سموه قتلة فلان بده يقتلوها. يعني طب الاهالي بيعرفوش، الاهالي تفاجئوا صدقني من اهالي من احسن عائلات، يعني البنت اللي تنمر عليها او البنت اللي يعني او المجموعة اللي اعتدوا، بس الاهالي ما بيعرفوش ايش عن عالم ابنائهم وغيره وغيره وغيره. أزيد لك معلومة كمان، في كان بفترة نزل تحدي اسمه تحدي الوشاح، كنت أسأل عنه. سمعت عن تحدي الوشاح؟ ما حدا بيعرف. تحدي الوشاح هو إنك أنت تربط زي نوع شال على رقبتك، تحصر نفسك، توصل لوضع من الغيبوبة وتصور حالك على التيك توك وتنزل. في بنت ماتت مش من منطقتنا، من هون، من خارج يعني البلاد، من إيطاليا تحديدا، ولكن كان تحدي عالمي. بنت يعني ربطت الشارع من نازل، ما كانش تقدر تفك حالها وماتت.
طب تسال اهالي اولادهم بيعرفوا، اسال ابنك شو تحدي الوشاح على التيك توك، الاولاد بيعرفوا الاهالي بيعرفوش. فيعني احنا كثير بعاد عن العالم. مش شرط يكون عندك على فكره تيك توك ولا انستغرام، يكفي انك تكون تعرف هذا العالم، تفهم اولادك شو المحتوى، شو الاشياء اللي لازم تتابعها. ولكن احنا اليوم وللاسف غالبيه الابطال اللي احنا بنتابعهم بين قوسين او اللي احنا بنقلدهم او اللي هن مشاهير هذه هن ناس سلبيين بكل ما في الكلمه من معنى. طب هنا ايش بتنصح الاهل بالتصرف؟ كيف ممكن الاهل تراقب؟ يعني انت يعني بهذا المجال واصلا بعلاج هذا المواضيع وعندك خبره كبيره، كيف ممكن الاهل تكون قريبه على الولد او على التيك توك تبع الولد او على الانستغرام تبع الولد او على يعني يعرفوا ايش الولد عم بيعمل في هذه الشبكات؟ لا انت اخذت خطوه لقدام، انا بدي الخطوه اللي قبل. انت تكون قريب من عالم ابنك، تعرف مين اصدقائه، تعرف كيف بيقضي اوقات فراغه، مش انا اروح من شغلي التهي بامور اخرى. انا بعطي مثال، غالبيه الاهل اللي عندهم اولاد بيروحوا يجيبوهم من الفعاليات، ابنك اليوم في درس موسيقى، في درس رسم، في درس رياضه، وبتروح تجيبه. الدرس بيخلص 6 الا ربع الفعاليه، الدرس بيخلص 6، انت تروح 6 الا ربع تجيبه. بالربع ساعه هاي 90% وغالبيه عظمى الاهالي ما بفوتوا يشوفوا ابنهم جوا، تقعد برا بالباركينج تستنى ابنك تلعب على التلفون واتساب، تحكي مع اصحابك كذا. يعني احنا كاهل مش قريبين من عالم ابنائنا، حتى لما بنودي اولادنا احنا عندنا صفينا شوفريه لاولادنا وكسبومات صراف آلي، يعني ما بنعرفش كثير عن عالمهم. فانا بقول الخطوه اللي قبل اخي ايهاب انك انت تكون مع ابنك، تروح تشوفه بالفعاليات، اذا هو بيلعب كره قدم ولا رياضه، مين اصدقائه، كيف بيتعامل مع الناس، شو المهارات الحياتيه اللي عنده. احنا مش عم نكسر اولادنا مهارات حياتيه. يمكن انا في سبيل انه يصير عندي اصحاب بدي اتنمر واعمل عشان هيك بصير عندي اصحاب اكثر، فانا بدي اصلش لهالمرحله. انا بدي اكون ان، فبدي العب الفورتنايت وغيره عشان اكون ان وافهم بهاي الدواوين واحكي لاصحابي. اعطيه مهارات حياتيه انه ممكن تكون ان وتابع من غير ما تعمل هاي السلوكيات السلبيه. المهارات الحياتيه اخي ايهاب هي القدره على اتخاذ قرار، عدم الرضوخ للضغط الجماعي، عدم الانجرار. اولادنا عم بيخلصوا 12 بروحوا على جامعات فيش عندهم هذه المهارات، فيش عندي. يعني عم بيجيبوا 750 بسيكومتري وعن جد في جيل عنده علامات عاليه وبقروت عاليه، بس انت بتروح على الجامعات وانا كمحاضر جامعه بحكي لك بشوف قد ايه طلاب سنه اولى بالمجتمع العربي، بعلم يهود وبعلم عرب، قد ايه طلاب سنه اولى بيضعفوا بيقدروش يكملوا التعليم وانهيار انهيار عصبي ومشاكل نفسيه. ليه؟ بصل بيعرف يجيب 100 بالفيزياء وبيعرف يجيب 100 بالرياضيات، بس ما بيعرف يتعامل اذا سقط. طب في سقوط، انت بيصيرش كل حياتك مبنيه على نجاح. فبتلاقيهن اول تجربه فشل بتصيبوا انهيار. وبنسال شو اللي عم بيصير بمجتمعنا. احنا بنهيئش اولادنا، يعني عم نبنيهم ميجنة علامات ولكن ما بنهيئهم للتحديات وما بنعطيهم هذه المهارات كيف يتعاملوا مع الفشل ومع الضغط ومع غيره. طيب حكيت عن الاستغلال الجنسي والاستغلال في الالعاب، صح؟ قديش دكتور مجتمعنا مش كل شيء بيطلع قاعد على الصحافي ومش كل شيء عم نقدر نعرفه، بس تقدر تعطينا ارقام او تقريبا قديش في من مجتمعنا انغرسوا في عالم اللي استغلوا جنسيا او عاطفيا او مش عارف ايش؟ عندنا ابحاث، عندنا ارقام عن هيك اشياء؟ نعم، هذا سؤال كثير مهم. انا شخصيا لم اجري هذه الابحاث. هذا الابحاث لانه هاي غالبيه هذه الازمات هي غير يعني لا تعرف، ما حدا ببلغ عنها، غير مبلغ عنها، لا لشرطه ولا لمكاتب رفاه ولا حتى لمستشارين في المدارس. بالتالي انت لما تيجي مثلا بدك تفحص موضوع المخدرات، تيجي بتفحص كم من ولد نفرض اتعاطى مخدرات في ثانويه حسب التبليغات اللي وصلت وزاره المعارف، بتلاقي 10 حالات في السنه. بس هل انت مآمن انه بس 10 اولاد بكل المجتمع العربي استعملوا مخدرات؟ لا طبعا. بس التبليغ في كثير من الازمات النفسيه تحديدا والمشاكل الاجتماعيه لا يبلغ عنها. فما فيش ابحاث، لازم نعمل طرق اخرى عشان نعرف. ولكن انا اعتقد انه قسم كبير جدا من اولادنا، وهذا يعني من خلال اللي بنشوفه بالمراحل المتقدمه، هم يعانون من ازمات اجتماعيه ونفسيه، وهي تنعكس سلبا بالحياه بمراحل متاخره. يعني يبروا على عالم الجريمه، يبروا على عالم المخدرات، يبروا على عالم الاحتيال والنصب، يعني كل واحد بيروح، وحتى قد تصل لحالات انتحار. فمن هون احنا عم نشوف الازمات النفسيه عم تبلش بجيل صغير اللي لا تعالج نتيجه عدم اكساب المهارات الحياتيه، عم تنعكس بجيل اكبر، وهذا اللي عم نشوفه. كل الوضع الفوضى اللي موجوده بمجتمعنا اساسها انه الكثير من الازمات هي لم تعالج، فبتلاقيها بالجامعات وبتلاقيها باماكن العمل وبتلاقيها بعده محلات، لانه اغلبهم اولادنا بيطلعوا مع ازمات غير معالجه،
وأيضا لا يوجد لديهم مهارات حياتية للتعامل مع صعوبات الحياة. دكتور، حكينا عن غسيل دماغ من بعض التطبيقات والشبكات الاجتماعية، وحكينا انه احنا مجتمعنا شوي الاهل مش منتبه لاولاده. بدي اربط بين التنتين واروح على محل تاني. هل هاي الشغلات بتخلي مثلا تنظيم مثل داعش او اي تنظيم تاني يستغل هاي الاشخاص عشان يفوت في صفوفها؟ واضح طبعا. تنظيم داعش لما بلش يعني خلينا نقول يخترق منطقتنا بالعشر سنوات، قبل 10 سنوات، كثير من الشباب اللي انضموا، اللي انا بعرفهم وبعرف عائلاتهم، اولا عائلاتهم لا يمتوا للقيم بتاتا لهذا التنظيم، والاولاد دخلوا. انت بتحكي عن اولاد عاشوا في بيوت علمانيه، ومره واحده نطلوا في تنظيم زي داعش اللي هو تنظيم ارهابي متطرف. في كان ازمه، بس الشيء المشترك لكل هذول الاولاد انه كانوا يعانوا من ازمات اجتماعيه، ازمه ثقه بينه وبين اهله، اهل منفصلين، الولد مش عارف لمين منتمي، ازمه هويه، الكثير من الازمات. تتحدث عن طلاب الفلبينيين كانوا طلاب جامعات، تحدث عن طلاب جامعات من محاماه لطب لغيره، كانوا يعانون من ازمات نفسيه اجتماعيه اللي ما قدروا الاهل يلاحظوا انه هذا الولد لازم نبعثه لاستشاره. انا بحكيش على الكل، ولكن قسم كبير من هؤلاء الاولاد، وهذا اللي بيعطينا جواب. يعني اللي ممكن انسان ربي على افكار متطرفه وارهابيه، اوكي، وراء هذا التنظيم بفهم، وتربى على الافكار راح لغاد. ولكن عندما تتحدث عن مجموعه ملفته للنظر اللي كانت مشروعها جامعه، مشروعها تعليم، اهالي يعني ناس ملتزمين محافظين، ولكن مش لا يتبنون افكار ارهابيه وافكار داعشيه، اولاد راحوا لغاد بالاساس نتيجه عدم انتباه لازمات اللي بيعانوا منها اولادهم. فنعم، يعني قلنا التطبيقات، الانقطاع عن الاهل، المشاكل الاجتماعيه، نعم قد تؤدي وبشكل قاطع انه تنضم لتنظيمات ارهابيه. ممكن تلاقي نفسك قاعد، ممكن تلاقي انه حياتك لها معنى. هذول شباب اللي بشي مرحله فقدوا المعنى لحياتهم، هو فكر اذا بيطلع بينضم لهي التنظيمات بيصير حياته لها معنى. طبعا كمان هن غاد لقوا ازمات. انا قعدت مع قسم كبير منهن في السجون، قدمت طلبات، زرت قسم كبير بالسجون. فانت بتسمع عن حالات اللي هو لما طلع بده يلاقي نفسه اكتشف انه ضيع نفسه غاد، نتيجه انه سمع عن افكار، سمع في ناس يعني هناك اخذوا تحريض ارجع اقتل اهلك كفره. فهو صحي مره واحده ابوي مش كافر. فكنت تشوف حالات انه هندي الصدمه اللي غاد. واي انسان اليوم كان بهذه التنظيمات وقدر يرجع البلاد رغم انه منهم عانوا من اعتقال وكذا، ولكن بنهايه الامر عرف حاله انه هو بعيد بعد السماء عن الارض عن هذه الافكار. انا بحكي على اللي جايين من عائلات عاديه ولكن نتيجه الضياع. فانا من هون بقول انه ابنك لما تحسه فاقد لهذه الامور وبيعيش حاله ضياع، تستناش، تقولش الزمن بيصلح، روح على استشاره، روح على علاج، اسال ناس خبراء اكثر منك، انه قد تصل فيه الامور لعالم بعيد، يعني عالم جريمه ولا عالم ارهاب ولا غيره. هل ممكن الاهل تلاحظ على ابنهم من تصرفات معينه انه هو منطوي، او ممكن انه عم بيلاقي طريق ضحي منظمات عنها ازاي، او عم بسلك طريق اللي هي مش مقبوله على الاهل؟ في تصرفات اللي ممكن الاهل تلاحظها؟ نعم، يعني نرجع للسؤال اللي قبله ايهاب، انه يعني عدم قربك من ابنك وبعدك عن ابنك هو بخليك ما تعرفش. بس لما انت قريب من ابنك وبتعرف شو عم بيعمل، على اي مواقع عم بفوت، مين اصحابه. يعني انا ببدا دائما باجي بقول لهم، طب بقول لك واحد انا ابني بديش يروح، وانا ضد على انه ابني يروح على هاي التنظيمات ولا على العالم الجريمه ولا على اي محل سلبي. بقول له انت تعرف مين اصحاب ابنك؟ الغالبيه العظمى اول سؤال بساله اياه. وانا بالماضي عملت كمان ضابط احداث، فكنت الاحظ انه غالبيه الاهل مساكين بيعرفوش، يعني مفكرين انه انا بعطي حريه لابني. هاي نظريات الحريه والفرديه اللي احنا تبنيناها من الغرب تنفعش لمجتمعنا. يعني هذا موضوع يمكن يعني يطول شرحه، ولكن احنا تبنينا نظريات من الغرب اللي هي غير مناسبه لمجتمعنا. مهم جدا نعرف مين اصدقاء ابنائنا. زي ما احنا لما كنا صغار كانوا اهالينا يعرفوا مين اصدقاء ابنائنا، وعند اي بيت انا فايت ومين يفوت على بيتي كمان. اليوم احنا ما نسالش هذه الامور، وهذا خطا. فلما انت بتكون تعرف مين اصدقاء ابنك وين عم بقضي اوقات فراغ وكذا، حتى مش بحاجه تعرف على المواقع عم بفوت، انت بتعرف من هيته. غالبيه الاولاد اللي تورطوا، نعم كان عندنا اصدقاء اللي جروهم لهذه المحلات. هل في استغلال للاطفال اللي هن بعمر ال 13 وال 14 بهذا الجيل حتى المراهقه؟ يعني هل هن مستغلين من قبل مثلا تنظيمات او من قبل حركات اللي هي شوي خطره على مجتمعنا غير داعش مثلا؟ عم بيطلع معاكم ناس اشخاص او تنظيمات جديده او حدا جديد او
طريق خطره جديده. طلع اللي انا بشوفه بالاولاد، يعني اذا كان فهمت سؤالك صح، ولكن اذا اللي انا بشوفه على الجيل الطالع جديد بتعاطفوا كثير مع ما بنشوفه بالمشاهد بالوسائل التواصل من عصابات جريمه، راكب الرانج وراكب الكلاسيك المرسيدس وكل هذه الامور، وهو بصير بده ينزل فيديوهات وبده يشارك بهذه الفيديوهات وبده يبقى والاغاني والكل هذا اليوم اللي بتشوفه هاي طبعا بياثر بشكل سلبي على الاولاد، بصيروا يتعاطفوا. هسه انت لما بجيل 13 14 حلم حياتك تركب الاكس 6 ولا انا عارف السيارات الفخمه وتعيش هذه الحياه، واضح من معاش مش رح تقدر تعيش، بدك تتعلم محامي ولا عامل اجتماعي ولا مهندس ولا معلم مدرسه، ما تقدرش تعيش. فواضح لإلي انه هن بيعرفوا شو الطريق وبيعرف هن مين بيشاركوا. يعني انا والد ولي امر لثلاث اولاد بجيل مراهقه، وهذه الامور انت بتحكيها مع اولادك. احنا كموظفين ما بنقدر نكون نعيش بهذا المستوى، بس هاي الطريق سلبيه. هون بدك تشرح لابنك انه هذا كيف وصل لهون، وبدك تفهمه انه هاي الطريق غير مجديه وغير مربحه، حتى لو عشت 5 6 سنين 10 سنين انه عايش فوق الريح، يعني انه انت عندك طياره خاصه لك. فاولادنا من جيل صغير طبعا بيتاثروا بالذات بهاي الناحيه، انه الابطال اللي بتعاطف معهم، اللي عنده ولد بجيل مراهقه سابع ثامن تاسع يفحص مع مين ابنك عم بيتعاطف. ابنك عم بيشوف هذه المظاهر، اذا انت بتفهموش انه هاي الطريق هي بلا مخرج وهي نهايتها القتل ونهايتها او السجن المؤبد او غيره، ابنك ممكن يفوت بهذا العالم انه بعده بجيل عم بيتعاطف مع هاي الناس. فطبعا وسائل التواصل عم بتاثر كثير سلبي على ابنائنا. دكتور اذا بدي اطلب منك في النهايه تعطيني نصيحه للشباب ونصيحه للاهل، انت مختص مرق عليك عده حالات، يعني الموضوع بالنسبه لك كثير مفهوم. اي نصيحه ممكن تقولها اليوم للاهل واي نصيحه ممكن تقولها للشباب؟ يعني لا، ببدا بالنصيحه للشباب، الشباب اللي يمكن بداوا وحطوا اول خطوه في عالم الانحراف والجريمه. هذا العالم فيش له غير نهايه واحده، يا اما سجن، يعني حياتك تنتهي، وممكن بسجن، ممكن بقتل، ممكن عيلتك تنأذي، يعني النهايه دائما سلبيه. بعرفش حدا بعد 31 عام بعالم الجريمه، بعرفش انسان واحد اللي قدر يعيش كل حياته بعالم الجريمه ومن غير ما ينجرح لا هو ولا حدا من عيلته ولا ينأذي. فهذا العالم نهايته واحده فيها دائما اذيه. فانا بنصح حتى اللي صار حاطط اول اجر انسحب قبل فوات الاوان، انسحب. حتى لو الامر بكلفك سجن، حتى لو الامر بكلفك كثير امور، ابدا من اول الطريق. يعني كثير شباب انا نصحتهم معك سلاح سلمه، وحتى تشهدش من جبت هذا السلاح. انا بقول لك كنش شاهد على حدا، روح قول عندي سلاح وانا بدي اسلمه، ان يحبس لك شهر شهرين سنه، ابدا حياتك نظيف. وانا بحكي لك الحالات اللي رافقتها، نعم انسجن وانسجن 10 اشهر و20 شهر و30 شهر، بس بدا حياه باجره اليمين ونظيف. فهاي النصيحه لهذه الشباب، حتى لو الامر انك تنسحب بكلفك سجن اعملها وابدا حياتك من اول جديد، اذا انت معني تكون انسان محترم ومفيد ومنتمي لمجتمعك. بخصوص الاهل، انتم الحلقه الاضعف، انتم ما عندكوش معلومات عن عالم الانترنت، ما عندكوش معلومات عن ايش ابنائكم بيعملوا بحياتهم، انتم ما عندكوش الكثير تفتقدون للكثير من المعلومات. فاهم شيء انكم تقربوا من ابنائكم وتكونوا قدوه لهم. كثير من الاهالي بيعرفوش انه قدوه سلبيه، بيحكوا مصطلحات ممكن تجر ابنك على هذا العالم. ممكن انت تسوق سيارتك وانت شربان، ابنك يقلدك، انت شربان كحول وتسوق سياره ابنك بقلدك، او تحكي انه انا مره معلم المدرسه صفعته، ابنك بروح بقلدك. فاهم شيء اذا كان عندك في الماضي غلطات تحكيش قدام ابنك، وكون قدوه ايجابيه، كون قدوه ايجابيه قريب من ابنك. هذا اكثر شيء بخفف احتمال انه ابنك ينحرف. كون قدوه ايجابيه قريب منه واكسبه مهارات حياتيه. لا تشتغلوا انه والله ابني عنده 750 بسيكومتري وابني عنده 100 بالفيزياء و100 بالرياضيات وابنك فاقد لجميع المهارات الحياتيه بالحياه. اكسبوا ابنائكم هذه المهارات وكونوا قدوه لهم. انا بقول لك ابنك مش راح يقرب على عالم الجريمه. دكتور وليد حداد، يعطيك الف عافيه، شكرا لك على هذه المقابله.